وصفها عميد الأدب العربي طه حسين بصاحبة الصوت الساحر الفنانة رفيعة الشال. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم لقناتي، ورب يديمكم نعمه ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانه رفيعة الشال اسمها رفيعة احمد عبد العال الشال، من مواليد قرية دون جواي محافظة الدقهلية. اتولدت في 8 أكتوبر 1904 والوفاة 10 يونيو 1962 عن عمر 57 عام، من أسرة فقيرة جدا. إخواتها 12 أخ وأخت. رفيعة الشال ممثلة مصرية، تركت المدرسة وهي لا تتجاوز 14 عام لتعمل في إحدى الفرق المسرحية. اتخرجت من معهد التمثيل واشتغلت في معهد جورج أبيض وشاركت في 50 فيلم. رفيعة الشال ممثلة من الرعيل الأول للإذاعة، وأول ممثلة في الإذاعة المصرية. وقت إنشائها كانت تلميذة جورج أبيض المفضلة. زوجها جورج أبيض من فرج النحاس أحد أعضاء فرقته حتى تستمر معه عضوة بالفرقة. شاركت في ساعة القلبة، كما إنها قدمت أول تمثيلية إذاعية مجنون ليلى. كانت هي بتمثل دور ليلى أحمد علام المجنون. وظلت ممثلة بالإذاعة الأولى لعدة سنوات، تتقاضى 1 جنيه عن كل دور تؤديه. وبعد 3 سنوات من بدايتها كان الأجر 2 جنيه و36 قرش عن كل ربع ساعة بتمثل وقتها. قدمت تمثيليات عوف الأصيل، عزومة رمضان، قدر ولطف، الربيع، اسم، فرحة رمضان، حيث شارك في التمثيل موظفي الإذاعة منهم محمد فتحي، علي خليل، وحافظ عبد الوهاب. وصفها عميد الأدب العربي طه حسين بصاحبة الصوت الساحر. توفى ابنها بسبب صدمة رفض زميلته له في الجامعة، رفضت الارتباط به حيث أنه كان طالب كلية طب القصر العيني. استطاعت الفنانة رفيعة الشال تمثيل دور الأم المتلومة في الإذاعة والتلفزيون والسينما، إلى أنها أجادت أيضا تقديم دور الأم الشريرة في تمثيليات الشهر. من ضمن التمثيلات المشهورة تمثيلية سوء تفاهم عن الرواية العالمية التي ترجمها الإذاعي المصري. قدمت أول أدوارها في المسرح في مسرحية لويس ال11 في دور ميري، ودور ديدمونة في مسرحية عتيل أمام جورج أبيض، وصنف حريم ومرتفعات، وزرينج، العشرة الطيبة، والصفقة، ودم الأخوين، وسلطان الظلام، في بيتنا رجل. كان أول دور للفنانة رفيعة الشال في السينما هو فيلم الحل الأخير سنة 1937 مع سليمان نجيب وميمي شكيب. كما قدمت دور الأم في السينما في عدة أفلام، من أشهرها الوسادة الخالية مع الفنان عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، ودورها في الوسادة الخالية كان من أشهر أدوارها. كما مثلت رفيعة الشال في صراع في الوادي، ولا أنام، وليلى، وأنا القاتل، وبحبوح أفندي، وشارع الحب، وعنتر ابن شداد، والزوجة العذراء، وضرب المهابيل، وقلوب، والزوجة العذراء، قلوب حائرة، من إخراج أحمد مظهر. وكان آخر أفلامها زيزت سنة 1961 إخراج سيد عيسى، وبطولة برلانتي عبد الحميد ويحيى شاهين. تزوجت الفنانة رفيعة الشال مرتين. المرة الأولى من الفنان فرج النحاس الذي عرف بشخصية مرزوق أفندي في برنامج الإذاعة ربات البيوت، وأنجبت منه ابنها طالب الطب اللي توفى بعد فشله في قصة حب. وتزوجت للمرة الثانية من الفنان حسن البارودي، أنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة. الفنانة رفيعة الشال اختيرت ضمن أشهر 10 إذاعيات تم تكريمهم في العيد الذهبي للإذاعة. رحلت الفنانة رفيعة الشال عن دنيانا في 10 يونيو 1962.